بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سيكون هذا الرد مختصر جدا، لأنني كما توقعت تماما وليد إسماعيل لم يرد على الإشكال الذي طرحته عليه من كتبه، وأيضا لم يرد على تدليسه وكذبه كما بينت لكم في هذه الحلقة، فهرب هروب بلا رجعة، وكتب في المنتدى عنده: هل يستحق الرد على ذو الفقار؟ وينتظر من أتباعه أن يقولوا له: لا ترد عليه، لا يستحق، وهو يعلم أن أتباعه سيقولون له: لا ترد عليه. وحاول فاشل للقول بعد ذلك أن أتباعه لا يريدون منه أن يرد عليه. واضح فشل وتخبط هذا الشخص في الرد. أنا أخرج الكتب والصفحة أمام المشاهد وأطرح الموضوع علمي بالأدلة، وهو فقط يلف ويدور في بثه بلا جواب. أنا طرح دليل قاسم للظهر من كتبه فيه أن الزهرة عليه السلام غضبت على أبي بكر ولم تكلمه حتى توفيت، وحين توفيت لم يخبر ولم يحضر حتى جنازتها والصلاة عليها، بل حتى قبرها تم إخفاؤه عليه. فهل كل هذا الغضب الشديد فقط لقطعة أرض؟ وهل الزهراء رفضت سنة رسول الله حين قال لها أبو بكر أن النبي لا يورث؟ حاول هذا المسكين بكل ما أوتي من قوة أن يتذاكى علي ويرمي الكرة في ملعبي. قلت لك أنت تلعب مع الشخص الخطأ. في رده حاول بشتى الطرق الهروب من ردودي وإلزاماتي، وفي كل مرة يقول أن ردي فيه العاطفة، اتركنا من العاطفة، هو يخاطب الشيعة ولا يخاطب السنة، يا عيني أنا تأثرت. وفي كل مرة يقوم بتسريع ردودي ويقفز إلى دقيقة أخرى، بل حتى أنه ما زال يمارس التزوير وزور حتى صوت هذا الذي تسمعونه. وهكذا أتباعه لا يعرفون على من يرد ومن هو صاحب الصوت، وفي كل مرة يخفض الصوت ويشوش عليه حتى لا يسمعون أتباعه الردود عليه التي ألجمته. فبدل أن يرد على هذه الإشكالات قال: المعصوم عندكم. غضبت منه الزهراء. الله أكبر، المعصوم عندنا؟ ايش دخل المعصوم عندنا بكتبك؟ هل نحن نتكلم عن فاطمة في كتبنا أم فاطمة في كتبكم؟ قام هذا المسكين وأخرج رواية أقل عليها الظهر، مثل اشتملت مشيمة الجنين، ورواية أتسخطينني في علي، روايات رددنا عليها آلاف المرات، بل المواقع مليئة بالردود عليها، ومع هذا الوهابية ما زالوا يرددونها، يعني أسطوانة تتكرر في كل مرة. فهذا ما بقي لهم. وأقول لهذا الجاهل المسكين جملة ضعها حلقة في أذنك: فاطمة التي عند الشيعة سيدة نساء العالمين، معصومة بنص آية التطهير، فمستحيل تقع في الخطأ أو تغضب من المعصوم وهو الإمام علي عليه السلام، والذي هو أفضل من الأنبياء أجمعين ما عدا النبي صلى الله عليه وآله. فأي رواية تخالف عصمة أهل البيت عليهم السلام وتخالف الآية الصريحة في عصمتها فلا قيمة لها. صار واضحا؟ فلا داعي أن تتعب نفسك معي وتخرج لي 4 روايات أو 100 أو مليون رواية، لأنني سأتيك من الأخير. فخليك في كتبك وأجب على الإشكال الذي طرحته عليك، ولا تحاول أن ترمي الكرة في ملعبي، لأنني أنا من رميت الكرة في ملعبك. فأنت لم تأتي بشيء، كل ردودك هي هروب إلى الأمام وتتظاهر أمام أتباعك أن إلزاماتي وردي لا شيء، أساليب صبيانية، وظاهر على وجهك أنك أنت بنفسك غير مقتنع بردك أمام أتباعك، بل حتى أنك لم ترد على تدليسك في الكافي، وأيضا على قولك النساء لا يرثن الأرض ولا العقار. وحين حاول لأول مرة أن يرد على الحديث الذي رواه البخاري حين قال رسول الله لفاطمة: من أغضبك أغضبني، لأنني قلت له في الحلقة السابقة أن غضب الزهراء مطلق لأن رسول الله لم يحدد نوعية الغضب، قال مباشرة أن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، وهذا يعني أنها معصومة لا يمكن أن تغضب إلا عن حق، ومن غضبت عليه الزهراء مصيره النار، لأنه سيكون قد أغضب الله سبحانه وتعالى. فماذا كان رد هذا المسكين؟ قام وذهب إلى كتب الشيعة وقال: المعصوم عندكم غضبت منه الزهراء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ترك الإشكال الذي في كتبه وأن الزهراء غضبت على أبي بكر وذهب إلى المعصوم عند الشيعة، يعني هروب مخزي ومضحك من كتبه. وأيضا حين حاول أن يرد على نفس هذا الحديث غضب الزهراء الذي رواه البخاري، قال هذا المسكين: اقرأوا معي حديث أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، لماذا المقنع لم يأتي بالحديث بالكامل؟ هذا السؤال اسأله للفارس المجوسي البخاري، قل له: لماذا اقتطعت الرواية؟ أنا قرأت الرواية كما رواها البخاري. وقل له: هل النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ثم قال لفاطمة: يا فاطمة أنت بضعة مني، يريبني ما يريبك ويغضبني ما يغضبك؟ أو أن يا فاطمة إن غضبك هو غضب الله عز وجل، أو أن غضب فاطمة من غضب الله؟ يعني هل النبي صحي من النوم وقال لها كذا؟ لا طبعا. هذا الكلام قله للفارس المجوسي البخاري. قل له: لماذا اقتطعت الرواية؟ فلماذا تلومني أنا؟ نكمل. تعالوا يا أخوانا، هو ذكر دلوقتي، هيذكر لكم دلوقتي حديث في البخاري، فجميل قوي. تعالوا يا أخوانا كده نبص صحيح البخاري بيقول إيه عن المسور بن مخرمة أن رسول الله، لاحظوا يا أخوانا، عن المسور، ولكن هنا البخاري جاء بنص الحديث، الحمد لله البخاري هو الذي جاء بالنص ولست أنا. قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. لكن لما نروح يا إخوانا إلى أصل الحديث، ألا وهو أيضا عن مسور، عن مسور بن مخرمة في صحيح مسلم، سنجد إيه؟ صحيح مسلم. لماذا لم تخرج الرواية من البخاري وذهبت إلى مسلم؟ لماذا البخاري اقتطع الرواية؟ لماذا لم تقل للبخاري: هو النبي صح من النوم وقال من أغضبك فقد أغضبني؟ فأنا قرأت الرواية كما ذكرها البخاري.
لأن هناك قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كنت لا تعرف هذه القاعدة فهذه مصيبة، وأكيد لا تعرفها، لأنك لو كنت تعرفها لما قلت لي لماذا لم تقرأ الحديث كاملا. هل افتهمت؟ نكمل. في صحيح مسلم سنجد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول أن بني هاشم استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. تمام؟ لا مش تمام. أنا لم أخرج فقط هذه الرواية التي رويت عن مسور، بل أخرجت رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام من مجمع الزوائد للهيثمي، وفيها أن رسول الله قال لفاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، وهذا يعني أن هذا الكلام صدر من رسول الله في أكثر من مرة، وهذه الحادثة مستقلة عن الأخرى. هنا رسول الله يخبر الصحابة على أن غضب الزهراء من غضب الله، لأن رسول الله يعلم أنهم سيغضبونها من بعده، ويعلم أن ابنته لا تغضب إلا عن حق، لأنها معصومة سيدة نساء العالمين. هذا أولا. وثانيا أنت قلت الشيء يأتي لك بقطعة من الحديث ألا وهو فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، أي يؤذيني ما يؤذيها أو يغضبني ما يغضبها. الله المستعان. لكن ما يأتي لك. ليه ما يأتي لك؟ لأن أصل الكلام في علي بن أبي طالب، يعني أصل الرواية في علي بن أبي طالب. يقول أن أصل الرواية في علي بن أبي طالب كما رواها مسلم. رائع جدا. إذن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عندكم غضبت منه الزهراء، إذن الله غضب عليه، فما هو ردك؟ ثالثا هذه الروايات أو الخزعبلات رويت في كتبكم، وهل كتبكم حجة علي؟ ورابعا يا مسكين لماذا حولت الموضوع من غضب الزهراء على أبي بكر إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب عندكم؟ عجيب هذا الشخص. أقول له الزهراء غضبت على أبي بكر يقول لي أصل الرواية في علي بن أبي طالب. يا هذا أنت أنقذ أبو بكر من المصيبة ومن غضب الزهراء ثم تكلم في علي بن أبي طالب، ثم أن الرواية في علي بن أبي طالب، ثم ماذا؟ خلاص أبو بكر في الجنة يعني رسول الله حين قال أن الله يغضب لغضب الزهراء فقط إذا أغضبها علي أم أي كائن على وجه الأرض؟ ما دخل علي بن أبي طالب في الموضوع؟ يكون الحديث مختصر أو طوله 60 ذراعا لا يهم، المهم أن الله يغضب لغضب الزهراء، فأي منافق يغضبها يغضب الله سبحانه وتعالى. فالعبرة كما قلت لك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل أنت تعي ما تقول أو أنك فقط تريد التدليس والكذب على أتباعك؟ والله أنت مسكين. في الحلقة السابقة قال أن فاطمة استعملت القرآن الكريم، فقلت له فإذا كانت قد استعملت القرآن الكريم حين حاججت أبي بكر فهي عالمة بكتاب الله، فهل يعقل أن سيد نساء العالمين جاهلة بكتاب الله وبسنة رسول الله، وليست أي سنة بل سنة أبيها رسول الله، وبالأخص الإرث الذي يخصها، فهي تعلم أن رسول الله في يوم من الأيام سيرحل عن هذه الدنيا، فكيف تجهل سنة رسول الله؟ فماذا كان جوابه؟ شاهدوا معي. هو بيقول يا أخوانا أن إزاي السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين تجهل موضوع الإرث؟ هي السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تجهل أن في كتاب الله يجوز للرجل أنه هو يتزوج 4؟ لا طبعا ما تجهل. طيب إذا لماذا في كتبكم اعترضت على زواج علي بن أبي طالب؟ حلو كذا؟ أنا بقى مش هبرر لك، أنا عايز تبريرك عشان أعلق عليها. مسكين الآن يهرب من إلزامي، وهو كيف للزهراء تجهل كتاب الله وسنة رسول الله؟ يقول هل فاطمة كانت تجهل في كتاب الله يجوز للرجل أن يتزوج 4؟ لا طبعا ما تجهل. الآن أصبحت الزهراء عالمة بكتاب الله ولا تجهل هذه الأحكام، ولكن حين تعلق الأمر بإرث أبيها رسول الله لم يعلق بكلمة، فقفز إلى كتب الشيعة وقال طب إذا لماذا في كتبكم اعترضت على زواج علي بن أبي طالب؟ حلو كذا؟ يا حلاوة ماما، أنا أتكلم عن الصحابية فاطمة وعن الصحابي علي عندكم أنتم. فاطمة عندكم غضبت من أبي بكر، فما دخل غضبها على أبي بكر في كتب الشيعة؟ وفي أن فاطمة اعترضت على زواج علي، قلت لك السيدة فاطمة معصومة، وأي رواية تخالف كتاب الله لا قيمة لها، وأصلا هذه الرواية أكل عليها الظهر، ومع هذا ما زال يرددها. أنت لو قرأت الرواية يا مسكين تقول أنها حزنت ولم تقل اعترضت، والسبب هو شقي من الأشقياء الثلاث أبو بكر وعمر وطلحة، واحد منهم كذب على الزهراء. وإذا أكملت الرواية لوجدت أن رسول الله دعا أبو بكر وعمر وطلحة. أنا لن أتكلم حول الرواية لأنني لن أجعل الكرة في ملعبي، بل ستبقى في ملعبك أنت. أما الرد على هذه الرواية والرواية الأخرى ستكون في حلقة أخرى على انفراد ولا علاقة لها بهذا الموضوع بيني وبينك، وسترى مدى جهلك بهذه الروايات التي ما زلتم ترددونها كالببغاء. فأنت لم ترد على أصل الإشكال. هل فاطمة رفضت سنة رسول الله حين غضبت من قول أبي بكر حين قال لها أن معاشر الأنبياء لا يورثون؟ أم أنها عرفت أن أبو بكر كذب على رسول الله؟ وكيف لسيدة نساء العالمين تجهل سنة رسول الله؟ كيف أصبحت فاطمة سيدة نساء العالمين وهي جاهلة والعياذ بالله بسنة رسول الله وبكتاب الله؟ فإذا كانت الزهراء ورثت العلم كما أنت قلت أن العلماء ورثة الأنبياء، ففاطمة إذن ورثت العلم من رسول الله، فهي بالقطع واليقين أعلم من أبي بكر بسنة رسول الله. فكيف للزهراء التي ورثت العلم من رسول الله تجهل سنة رسول الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أترك الحكم للمشاهد المنصف.